من اكتر الحاجات اللي لقيتها كومن بينا كلنا وكلنا بنسعى ليها وكلنا بنحاول ان احنا تبقى عندنا، وهي السلام الداخلي او راحة البال زي ما بيقولوا. يعني ان انا ابقى مرتاح البال وان انا حاسس ان انا عندي سلام داخلي كده ومفيش حاجة مضايقاني. الفكرة كلها ان لو انت عندك الحاجة دي محتاج بس ان انت توقفها، لان دي اكتر حاجة ممكن تبوظ عليك السلام النفسي، وهي ان يبقى عندي التحكم او السيطرة على الامور. طول ما انت عندك ان انت عايز تتحكم في كل حاجة وتعمل كل حاجة زي ما عقلك بيقولها لك بالظبط، وان انا مفيش حاجة تخرج بره سيطرتي، وان انا ابقى ملم بكل حاجة انا عاملها وكل الحاجات دي، فعمرك ما هتلاقي السلام النفسي. لان اول حاجة محتاج في السلام النفسي انك تبقى متحكم في الحاجات اللي تحت سيطرتك، ومش متحكم في الحاجات اللي مش تحت سيطرتك. في حاجات تحت ايدينا وتحت سيطرتنا، وفي حاجات مش تحت سيطرتنا. شخص قرر ان هو يبعد عنك، مش تحت سيطرتك. لو هو مش عايز يرجع فمش هيرجع. لو صديقة جت اخدت رأيك في حاجة وانت نصحتيها بحاجة وانت شايفة ان الحاجة اللي هي بتعملها دي هتأذيها او هتضرها، وهي عايزة ان هي تعمل ده، مش تحت سيطرتك. لو اشخاص في حياتك بيعملوا حاجات معينة وانت طول الوقت بتحاول تغيرهم، مش تحت سيطرتك. في حاجات كتير مش تحت سيطرتنا، اي حاجة براك مش تحت سيطرتك. فمحتاج ان انت تسيب اللي حواليك ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. هم احرار، هم حرين في القرارات اللي بياخدوها في حياتهم، عايزين يتغيروا او مش عايزين يتغيروا. لان من اكتر الحاجات اللي هتبوظ عليك السلام النفسي ان انت طول الوقت بتسعى ان انت عايز تغير الناس اللي حواليك، مش هيتغيروا لو هم مش عايزين. لو انت مثلا حد واخد فكرة عنك غلط وانت طول الوقت عمال تسعى ان هو يغير الفكرة دي، وان انت لا انت شخص كويس او هو فهمك غلط whatever، هو مش عايز يفهمك خلاص، مش تحت سيطرتك. في حاجات كده لو عرفنا ان هي مش تحت سيطرتنا، انت هتهدى وتبدأ سلامك النفسي يبقى موجود. من اكتر الحاجات اللي هتريحك واللي انا جربتها لقيت ان من راحتي النفسية وسلامي النفسي اني في حاجات اسيبها. فحقيقي لو عايز سلامك النفسي يبقى موجود، محتاج تسيب الناس اللي في حياتك يعملوا اللي هم عايزينه، واي حاجة خارج سيطرتك مش بتاعتك. انت عليك بس انك تغير افكارك معتقداتك، اي حاجة زي ما قلنا ان تحت سيطرتي. كل ما عرفت ايه الحاجات اللي تحت سيطرتي، كل ما انا بقيت اهدى وعندي سلام داخلي. بس كده.